الحجم ده قدامي ولمسته وجربته، وانا كنت فاكرة ان الحاجات دي في الافلام وبس، لكن طلع موجود بجد في الحقيقة. انا كنت بروح اقعد مع جوزي واحاول اتعايش مع الوضع، بس بصراحة كنت حاسة ان انا مخنوقة. فرق السن كان واضح في كل حاجة، كان واضح في الكلام وفي التفكير وفي الحياة نفسها. كنت بحس ان انا عايشة مع اب مش جوز، خصوصا انه كان بيعاملني كإنسانة لازم تسمع الكلام وبس، يعني عليها الطاعة وبس، لا رأي ليا ولا اي كلمة مني تتقال. ابنه مصطفى كان غريب شوية، هو دايما كان قاعد في حاله، بس كنت حاسة انه عمال بيراقبني من بعيد. كنت بحاول ابعد عنه مش علشان حاجة، بس علشان نظراته كانت دايما بتخوفني، كانت نظرات طفل في جسم راجل كبير. في يوم من الايام كنت قاعدة في الأوضة، سمعت صوت حاجة بتخبط. خرجت اشوف في ايه، لقيت مصطفى واقف عند باب الأوضة، عيونه واسعة وملامحه مش مفهومة. سألته مالك في ايه؟ مردش، فضل يبصلي، بس حسيت كده فجأة بقشعريرة في جسمي. وقبل ما اقول اي حاجة ظهر جوزي فجأة وراح باصص لمصطفى وشده بعيد عني وهو بيزعق فيه، وقال له يلا ادخل اوضتك حالا. من يومها وانا بقيت بحس بخوف مش طبيعي، مش عارفة الخوف ده مصدره مين بالظبط. هل جوزي اللي بقى مع الوقت بقى عنيف، ولا مصطفى اللي تصرفاته غريبة؟ وفي يوم كنت نايمة صحيت على إحساس غريب، زي ما يكون كان في حد معايا في الأوضة. فتحت عيني ببطء، شفت خيال كده، حد واقف عند طرف السرير، خيال مصطفى. صرخت بس ما كانش فيه حد يسمعني. لكن اللي حصل بعد كده غير كل حاجة. في يوم جوزي كان راجع متأخر من بره، وانا كنت قاعدة في الأوضة سرحانة بفكر في حياتي اللي ماشية كده وخلاص. وفجأة سمعت صوت الباب بيتفتح، افتكرت ان هو يعني اللي جه. بس لما بصيت ناحية الباب لقيت مصطفى واقف عند الباب، عيونه مفتحة كده، ملامحه مش مفهومة، بس كان واضح انه مش طبيعي. قلبي ساعتها وقع في رجلي، حسيت بخوف مش مفهوم. سألته في ايه يا مصطفى، انت مالك؟ لقيته مردش عليا، فضل يبصلي كأنه شايف كده حاجة مش مفهومة، وبعدين بدأ يقرب مني ويقرب ناحيتي. انا عقلي ساعتها وقف وقلبي بقى بيدق بسرعة. حاولت اتكلم تاني بس صوتي طلع يعني عالي، وفجأة سمعنا صوت باب الشقة بيفتح بعنف. مصطفى بتوتر جري بسرعة على أوضته، وأنا فضلت قاعدة مكاني متجمدة، مش عارفة ايه اللي كان هيحصل لو جوزي ما كانش دخل في اللحظة دي. من بعد اللحظة دي بقيت على أعصابي طول الوقت، كل مرة أبص فيها ناحية مصطفى ألاقيه باصص ليا بنظرة تخوف. كنت بحاول أتجنب وجودي معاه لوحدنا في أي مكان في الشقة، بس جوايا إحساس مرعب إني مش في أمان في البيت ده. وفي يوم وأنا قاعدة مع جوزي بنتعشى سوا سمعنا صوت عالي جاي من أوضة مصطفى، زي حد بيكسر حاجة. جوزي راح قايم بسرعة وجري ناحيته، وأنا فضلت قاعدة مكاني حاسة بخوف مش طبيعي. لكن بعد دقايق جوزي خرج، لقيت وشه متغير وعيونه فيها حاجة غريبة. قرب مني كده وقال لي بصوت واطي يا مريم، هو مصطفى ابني مش طبيعي ليه؟ وانا مش عارف اعمل معاه اي حاجة. هو بيقولي دايما كلام غريب، بيقولي انه بيشوفك في احلامه كل ليلة. قلبي ساعتها لما جوزي قال لي كده قلبي وقف، وحسيت برعشة في جسمي كله. مصطفى بيشوفني في احلامه ليه؟ وازاي الليلة دي ما قدرتش انام؟ كنت حاسة بخطر حواليا بس ما كنتش عارفة مصدره ايه بالظبط. المهم في الليلة دي نمت، وبعدها صحيت على صوت حاجة بتتحرك في الأوضة. فتحت عينيا ببطء كده وشفت حد واقف عند طرف السرير، كان مصطفى. صرخت بأعلى صوتي بس ما كانش حد يسمعني. الفكرة دي جت في دماغي وانا نزلت الزريبة عندنا، احنا عندنا مكان كبير فيه حيوانات ومواشي وحاجات كتير. فنزلت علشان اخلص شوية حاجات هناك، وانا ماشية فجأة شفت ابن جوزي واقف هناك، بس كان من غير هدوم. حاولوا تفهموا اللي انا بقوله، كان واقف من غير اي حاجة خالص، وقدامه جاموسة وكان بيعمل معاها كل حاجة. وانتوا اكيد فاهمين قصدي. انا ساعتها وقفت مكاني مصدومة، مش قادرة استوعب اللي انا شايفاه، بس عيني وقعت على حاجة تانية،
حاجة ما كنتش متوقعة اني اشوفها. تقريبا كان 35 سنتي أو حاجة زي كده، حاجة مش طبيعية. مصطفى مش فاهم هو بيعمل ايه، واضح ان عقله مش مستوعب، بس اللي شفته خلاني متجمدة في مكاني. وبعد ثواني صحيت من الصدمة، وخدت بعضي بسرعة ودخلت البيت، وقلبي بيدق بسرعة وعقلي مش قادر يركب المشهد اللي انا شفته. الولد اللي عقله صغير كده يبقى عنده كل الامكانيات دي ازاي؟ يكون ده ابن الراجل اللي متجوزني انا؟ كان في فرق رهيب بين الاتنين، بين اللي انا متجوزاه وبين الولد الصغير. من وقتها الفكرة بدأت تلعب في دماغي. مصطفى صغير مش فاهم اي حاجة ومش هيقول لحد حاجة. طب ما اكيد يعني لو حاولت معاه يعني. فحاولت يعني بعد ما خلصت تفكير، قلت له انا هعمل كده معاه بالليل. يعني فكرت ان اعمل كده معاه بعد ما اخلص مع جوزي. فالمهم جت الساعة تقريبا 12 بالليل، واحنا بننام بدري في الارياف وكده. على الساعة 11 ونص كده كنت مخلصة معاه. هو طبعا نام وسابني، وانا فضلت قاعدة ورحت اخدت قراري وقمت ورحت على اوضة ابن جوزي. خبطت عليه، فعادي كان شايفني قدامه. طبعا كنت بشاور على حاجات عندي وهو طبعا مش فاهم، بس انا فهمت اشاراته وخليته يعمل معايا الموضوع ده. وكنت بصراحة يعني خايفة، ما توقعتش ان انا ممكن اوصل لحاجة زي دي في يوم من الايام. بس بصراحة انا كنت محتاجة الموضوع ده جدا، وبجد الحاجات اللي كانت عنده كانت مخلية الموضوع ده في حتة مش طبيعية. المهم الموضوع اتطور بيني وبين ابن جوزي، والموضوع بدل ما كان علشان الاستمتاع، كنت علشان بحاول اكون حامل، علشان برضو يبقى ليا نصيب في الورث وكده. وكنت بعمل كده لغاية ما مر شهر، وحصلت شوية اعراض كده وعرفت ان انا حامل ساعتها. وطبعا جوزي طول الوقت ده فاكر ان انا حامل منه هو مش من حد تاني، وهو اكيد ما جاش في باله ان انا ممكن اعمل كده مع ابنه. وفضلت قاعدة كده لحد ما هو بدأ يشك ويقول لي طب ازاي واحنا يعني هو ما كانش بيحس بيه، والموضوع ده مش بيحصل بينا قوي بالطريقة الصحيحة. فقلت له معرفش انت شايفني ازاي، انت متجوزني وانا بنت بنوت وقاعدة معاك انت بس، ومفيش حاجة بتحصل بيني وبين اي حد تاني. وفي يوم من الايام بعد ما خلصنا انا وجوزي اللي بنعمله كل ليلة، قمت من جنبه ورحت على اوضة ابنه، وهو كان ساعتها نايم. فلقيت جوزي كان صاحي وتريه كان ماشي ورايا، وانا لسه رايحة على باب اوضة ابنه سمعت خطوات جوزي. بصراحة خفت وقلبي اتنفض، فقلت هعمل نفسي مش واخدة بالي او اني ماشية يعني مش صح وتعبانة ومرهقة. فمشيت ووصلت للأوضة ورحت راجعة تاني، وحاولت ابين ان مفيش اي حاجة بيني وبين ابنه، ورجعت تاني. وكان نفسي ساعتها اريح نفسي من الشك اللي في دماغه. المهم من ساعتها وانا بقيت خايفة انه يفتكر ان في حاجة يعني تانية، وبدأ يشك فيا. وانا مش محتاجة اقول لكم اننا في الارياف، وطبعا لو الموضوع ده اتعرف هيكون في مشكلة كبيرة. مش عارفة اعمل ايه بصراحة. هل اسيب الولد اللي انا حامل فيه ده ولا انزله ولا اعمل ايه؟ المشكلة اللي انا فيها دي، اعذروني اني ما اديتكمش تفاصيل اكتر، بس انا حابة اقول لكم على الحكاية على طول. ان اللي حصل ده بجد كنت في لحظة انبساط وحاجة حلوة، لكن دلوقتي بعيش في خوف وقلق بقالي حوالي شهر، وانا في الحالة دي ودايما قلقانة. وكل القلق اللي انا فيه ده بسبب اني غلطت. ما تخلوش لحظة واحدة تخليكم تنسوا كل حاجة في حياتكم. حاولوا دايما تفكروا قبل ما تعملوا اي حاجة، واتمنى محدش يعمل اللي انا عملته وغلطت فيه، لان الموضوع ده اكبر مما تتخيلوا. لو كنت عرفت تبعيات الموضوع ده من البداية ما كنتش عملت كده. انا مش عارفة اذا كنت هقدر اتعامل مع اللي حصل او الوضع ده هيمشي ازاي ولا هيتغير ولا لا. وياريت تقولولي وتنصحوني اعمل ايه. لو حد عنده اي نصيحة او فكرة ياريت يكتبها لي في التعليقات علشان يساعدني في المشكلة اللي انا واقعة فيها دي. ومنتظرة منكم كل التعليقات وكل النصايح اللي هتقولها لي. بس.